يا اهلا بيكم في فيلم حوار. اي نعم، فيلم النهارده قديم لكن هيعجبك يا زميل. دعمك هيشجعني ان استمر واكون معاكم اول باول. دوس 3 دي واستمتع معانا يا زميل. بيبدأ الفيلم في قرية هندية سنة 1920 اللي كانت فيها الهند تحت الاستعمار البريطاني. المهم بنشوف مرات الجنرال اللي بيحكم المكان بتكون قاعدة في وسط سكان القرية، وبنشوف مالي البنت الصغيرة اللي بترسم للولية حنة على ايديها وبتغني كمان، وامها بتكون قاعدة وراها وفرحانة ببنتها، والجنرال عاجبها صوت البنت جدا. في الوقت ده بيوصل الجنرال للمكان، مراته بتروح له بتقول له ايه رأيك في الرسمة دي؟ بيقول لها حلوة جدا، مين اللي عملها لك؟ بتقول له مالي، وبتقول له كمان البنت صوتها حلو وانا عايز اخدها معايا علشان تغني لي كل شوية. الجنرال بيدي اشارة لجندي من جنوده، وفعلا الواد ما بيكدبش خبر وبيرمي الام مالي العملتين دول. جوزها بيقول لها دول بيدوك هديه علشان بنتي غنت للجنراله، بتاخدهم وبتقول لهم شكرا. هي الجنراله بتمشي وبتاخد مالي معاها. ساعتها ابوها بيقول له ما دول ادونا فلوس والمقابل بنتنا. الوليه بتتصدم وفورا بتجري على بنتها، ولما بتوصل بترمي نفسها قدام العربيه، وبعدها بتروح للجنراله وبتقول لها بالله عليك انا عايزه بنتي. العسكري ده بيكون عايز يخلص عليها، انما الجنرال بيقول له انت ما تعرفش قيمه الطلقه اللي في المسدس دي، الطلقه دي غاليه وخساره نستخدمها في الناس دول. ابن الهرم بيجيب الخشبه دي وعلى راسها بيخلص عليها. بعد كده بننتقل لدلهي في الهند، وبنشوف الشعب الهندي اللي بيكون عامل مظاهرات لان البريطانيين حابسين قائدهم. الواد ده بيرمي طوبه بتخش لجوه وبتيجي على صوره الجنرال اللي بتكسرها وبتوقعها على الارض. كمان قائد الجيش البريطاني بيقول للعساكر هاتوا لي الواد ده. الكل بيكون خايف يطلع، لكن في وحش جامد هندي وهو هراجو يا زميل اللي بيطلع زي الوحش وبيضرب في اي حد قدامه علشان يجيب الواد اللي رمى الطوبه. الشعب عددهم كتير وبيسيطروا على راجو، لكن الواد بيكون رايق حبتين وبيتعامل معاهم يا زميل. اما الحزين التاني بيكون عايز يهرب لكن مفيش مفر منه، والشعب بيكون عايز يوقفه لانه خاين ومنضم مع العدو، مفيش حد بيقدر عليه. وفعلا بيجيب الواد وبيرجع للمعسكر ومعاه الواد كمان، والقائد بتاعه بيكون مصدوم من اللي عمله راجو. وبعد اللي حصل ده الشعب كله بيخاف وبيمشوا. بعد كده بنشوف الجيش البريطاني اللي بيقول فيه 3 هيترقوا بسبب انهم جامدين ومركزين في شغلهم، بينادوا على ال3 وراجو بيتصدم لانه بيكون مش من ضمنهم يا زميل. والصراحه هو يستحق انه يكون اول واحد لان اللي عمله مش اي حد يعرف يعمله. الغضب بيكون مليه وبيطلع كل غضبه في التدريب. بعد كده بنشوف الراجل ده اللي بيروح لمساعد الجنرال وبيقول له البنت الصغيره اللي اخدها الجنرال الاحسن انها ترجع لعيلتها. الواد ده بيقول له اشمعنى؟ بيقول له الحقيقه ان الطفله دي قريتها غلابه لكن فيهم شخص بيحميهم وقادر يضحي بحياته علشان. بعد كده بنشوف كومار اللي بيكب على دماغه كوبايه دم، وبيعمل كده علشان الديب ده يهجم عليه علشان يصطاده يا زميل. فعلا الديب بيجري وراه، ولكن فجاه بيهجم عليهم النمر ده. النمر بيهاجم الديب والديب بيهرب من المكان، لكن النمر بيكمل ورا كومار، وساعتها النمر بيقع في الفخ اللي عامله كومار للديب، وكمان بيرمي في وشه مخدر يا زميل، وبيقول له ما تزعلش مني انا استغلتك بس علشان اوصل لهدفي. بعد كده بنشوفه بيقول له اصحابه بقالنا 6 شهور بندور في كل مكان في دلهي وما وصلناش لاي حاجه ومش عارفين مالي عايشه ولا ميته. بعد كده بنشوفه بيروح لشغله واللي بيكون متخفي تماما عن شخصيته الحقيقيه، وهو شغال بيجي عليه العسكري البريطاني ده وبيقول له انت صلحت الموتوسيكل من هنا ومش راضي يشتغل من هنا. كومار بيروح يشوفه ومش بيلاقي فيه اي حاجه وبيشغله له كمان، وبيقول له كان معمول على الاحتياطي، لكن العسكري بيقول له انت عامل لعبه علشان تدفعني فلوس تاني، وبيفضل يضرب فيه مع انه كومار قادر يحط عليه لكن ما بيعملش كده علشان ما يتكشفش سره يا زميل. بعد كده بننتقل لقصر الجنرال واللي بيكونوا عاملين اجتماع كبير وبيقولوا في راجل متنكر في الشعب الهندي وبيقولوا انه هيسبب مشاكل كتيره فلازم نقبض عليه. القائد ده بيقول له سهلا نجيبه ونخلص عليه، انما مساعد الجنرال بيقول له الامر مش بالسهوله دي لان ما نعرفش شكله ولا نعرف اي حاجه عنه. اما الجنرال بتقول اللي هيجيبه هيترقى وهيكون ظابط خاص. مره واحده واحد بيقول لها عايزه حي ولا ميت، وده الجامد بتاعنا هراجو يا زميل. بتقول له لو جبته حي هتترقى وتبقى ظابط خاص، اما لو جبته ميت فهتاخد مكافاه بس. بعد كده بنشوفه مع خاله بيقول له علشان نجيب الشخص ده فلازم اتنكر كأن واحد من ضمنهم. فخاله بيقول له ايوه بس ازاي هنجيبه من وسط الناس دي كلها؟ بيقول له لازم نبين لهم اننا منهم ومن صفهم كمان. على الناحيه الثانيه بنشوف كومار اللي بيكون بيتمشى علشان خطته الجايه اقتحام قصر الجنرال. في نفس الوقت بنشوف الرجاله الهنديين دول اللي بيكونوا شغالين خدامين في قصر الجنرال. الحارس ده بيقول لهم كل واحد فيكم يطلع بطاقته علشان يخش. الغلبان ده بيقول له نسيتها في البيت يا باشا. ينزل طحن فيها وبيكمل عليه بالعصايه، وكومار بيكون شايف كل حاجه، لكن فجاه البنت دي بتقول للحارس بتضربه كده ليه؟ يقول لها نسي بطاقته. بتقول له ده مش يديك الحق ان انت تضربه كده. ولما كومار بيشوفها بيبص لها بنظره حب يا زميل. بعد كده بنشوفه بيقول لاصحابه اول مره اشوف حد من العدو قلبه طيب. على الناحيه الثانيه بنشوف راجو اللي بيكون قاعد في وسط الهنود المعارضين للنظام البريطاني، لكن فجاه راجو بيقول للكل احنا نقتل الراس الكبيره. فجاه الواد ده بيجي عليه بيقول له وانت بتتكلم جد يا اخويا؟ يعني نقدر نقتل الجنرال؟ بيقول له اسمك ايه؟ بيقول له لاتشو. وبيقول له جيت هنا مع اخويا هتعرف تساعدنا يعني ولا ايه؟ بيقول له طبعا. وبيقول له فين اخوه؟ بيقول له تعالى معايا نروح له. بيكونوا ماشيين ولكن ساعتها بيكون في كمين. راجو بيروح للعسكري ده وبيقول له انا ظابطه في مهمه سريه، وبيدوا له
الهويه بتاعته. الجندي بيتاكد وبيديله التحيه كمان. ساعتها لاتشو اول ما بيشوف كده بيجري على طول، راجو كمان بيجري وراه، يفضل يجري وراه لحد ما بيوصل على الكوبري ده ولاتشو فص ملح وده. بعد كده بنشوف كومار اللي بيكون واقف هنا يا زميلي. الواد الصغير ده بيجي عليه بيقول له لو اديت لي جنيه هنزل اصطاد لك سمكايه. فعلا بيديله والواد بينزل كمان. وفجاه لاتشو بيجي عليه بيروح على كومار وبيقول له ظابط كان بيجري ورايا. ساعتها كومار بيقول له ايه اللي حصل؟ بيقول له كان مبين للكل ان واحد مننا، ولكن اتضحت انه متنكر علشان عايز يوصل لحاجه، ولما شفت عسكري بيديله التحيه هربت على طول. ساعتها كومار بيقول له روح وما تطلعش الا بامر مني. على الناحيه الثانيه عم راجو بيقول له خلاص هرب ومش هنلاقيه تاني. كمان على الناحيه الثانيه الراجل ده بيقول له كومار مش هنلاقي مالي. وفي نفس الوقت تحت الكوبري بنشوف قطر شايل بترول وهو ماشي، بنشوفه بيسرب بترول والقطر ماشي بسرعه وبيعمل شرار. البترول بينزل على الشرار وبيعمل انفجار كبير. عربيه من العربيات بتقع في البحر، وفي البحر بيكون موجود الواد اللي بيصطاد سمك يا زميل. راجو بيكون فوقه مصدوم وكومار تحته والواد عمال يستنجد بيهم. وهنا راجو بيشاور لكومار علشان يعملوا خطه علشان ينقذوا الواد. فعلا بيعملوا الخطه وكومار بيروح على راجو وكل واحد فيهم بيربط طرف الحبل فيه وبينزلوا الاثنين من كل ناحيه يا زميل. وفعلا الاثنين بيقدروا ينقذوه وهم متعلقين. فراجو بيعرف كومار عليه وكومار بيقول له انا اكتار، وده لان كومار متنكر يا زميل وكمان متنكر في اسم اكتار. المهم بعد الحوار ده الاثنين بقت علاقتهم قويه مع بعض وبقوا اكتر من الاخوات. وفي يوم من الايام كان راجو قاعد وماسك السلسله دي، فكومار بيروح عليه وبيقول له ايه ده يا اسطى؟ بيضحك فبيقول له اكيد دي من حد عزيز عليه. بيقول له اكيد. بيقول له اسمها ايه؟ بيقول له السيتا. وبيقول له كمان النص الثاني من السلسله معاها. ومن بعدها يا زميل الصداقه بتزيد وكومار بيركز في شغله وكمان راجو بيرسم لاتشو وبيفضل يسال الناس عليه. بعد كده بنشوفه راكب الموتوسيكل ورا كومار. كومار بيقول له امال يا اسطى اللي انت بتسال عليه ده؟ بيقول له صوره شخص بدور عليه. بيقول له اشمعنى ما سالتنيش انا كمان؟ بيوريها له لكن من حسن الحظ بتطير منه. راجو بيرجع يجيبها وكومار بيشوف البت البريطانيه من جديد وعينها مليانه حب جديد يا زميل. راجو بيروح عليه وبيقول له هي حلوه الصراحه. بيقول له ليه مش بتتكلم معاها؟ بيقول له نفسي بس مش عارف ابدا ازاي. بيقول له سيبها عليا. بيروح يجيب شويه مسامير وبيركب ورا صاحبه وبيقول له يلا بينا. بيمشوا قدامها وراجو بيرمي المسامير على الارض. بيقول له خلاص اقف. وفجاه كاوتش عربيتها بينام يا زميل. ده كله حصل قدام كومار وراجو. ساعتها بيقول له كومار ايه رايك؟ بيقول له ده انت دماغك ذريه، اروح بقى اصلحها لها علشان تحبني. اما البنت بتروح عليهم وبتقول لهم يا ريت تساعدوني. راجو بيقول لها علشان نصلحها تاخد وقت كتير. بتقول لهم طيب في مواصلات قريبه من هنا؟ كومار ما بيكونش فاهم حاجه لانهم بيتكلموا بريطاني وبتقول له يا ريت توصلني يعني. وفعلا بتركب وراه وعماله تتكلم معاه ولا هو فاهم اي حاجه. المهم بيروح معاه وهي بتشتري هدوم، بتشتري الفستان ده فبيقول لها ده مش مقاسي. بتقول له ده مش ليا، دي البنت الصغيره اسمها مالي. الواد لما بيسمع كده بيتصدم لانه عارف انها لسه عايشه. في ثانيه بيروح للراجل ده وبيقول له سيبنا يا حاج شويه. بيصنع غويشه وبيروح يديها لها وبيقول لها الغويشه دي هتمشي مع الطقم اللي انت جايبه لها. في نفس الوقت العربيه دي بتوصل للمكان وجايه مخصوص علشان تاخدها يا زميل. فالعسكري ده بيقول لها غلط كبير ان انت تمشي مع الهنود لان ده خطر على حياتك. بتقول له تمام. بتروح على كومار وبتقول له انا اسمي جيني ودي دعوه الحفله عندنا في القصر، يا ريت تيجي النهارده وهستناك. في القصر بنشوف مالي اللي بتكون قاعده لوحدها. جيني بتيجي عليها وبتديها الفستان اللي اشترته لها وكمان بتديها الغويشه. لما مالي بتشوف الغويشه بتفرح جدا لان بيكون مكتوب عليها رساله من كومار. الوقت ده بنشوف كومار اللي بيروح على راجو. فراجو بيقول له ايه الدنيا؟ بيقول له بس عاش عليك يا اسطى. بيقول له دي اقل حاجه عندي. وبيقول له اتكلمتوا في ايه؟ بيقول له اتكلمنا كتير بس وهي ماشيه ادتني دعوه الحفله عاملاها في القصر. بيدي له الدعوه. فراجو بيقول له دي النهارده. بيقول له هتيجي معايا؟ بيقول له طبعا هاجي. ومن بعدها بنشوفه بيظبطه وبيدي له هدوم من بتاعته كمان. وبعدها بنشوف الاثنين الجامدين اللي بيخشوا الحفله زي المعلمين. جيني بتروح عليه وبتقول له ايه الحلاوه دي؟ وساعتها راجو بيقول لهم هسيبكم لوحدكم شويه. ولكن البت جيني بيكون باين انها حبته كمان وبتاخده وبيرقصوا مع بعض. ولكن فجاه وبدون انذار بنشوف الاثنين راجو وكومار بيكونوا عاملين عرض رقص جبار. المهم بعد ما بيخلصوا بنشوف راجو اللي بيكون شايل كومار فبيقول له انت تقيل قوي يا اسطى. بيقول له خلاص يا عم قربنا نوصل. وبيقول له مش هنسى وقفتك معايا يا اخويا. وهم ماشيين جيني بتيجي عليهم وبتقول لهم امال اللي حصل مالك؟ راجو بيقول لها جاله شد عضل بس ممكن توصلي له ومفيش مانع يعني. بتقول له طبعا. بيركب معاها وساعتها بتقول له انا عازمك على قهوه عندنا في القصر. الواد بيتصدم ان هدفه هو دخول القصر وبيوافق كمان. بعد كده بنشوف راجو وعمه اللي بيروحوا للورشه دي وبيفضلوا يسالوا الناس اللي في المكان على الشخص اللي في الصوره. فجاه عم راجو بيشوف الواد والواد اول ما بيشوفه بيجري من المكان لكن مره واحده بيلاقي صاحبنا قدامه. على الناحيه الثانيه بنشوف جيني وكومار اللي بيكونوا قاعدين بيشربوا القهوه. فجاه وهم قاعدين كومار بيسمع مالي بتغني بيتصدم وبيقول لي جيني انا جعان. بتقول له طبعا هعمل لك اكل خليك هنا وانا هجيبه لك. بتقوم وهو كمان بيقوم بعدها علشان يشوف مالي. بيفضل يمشي لحد ما اخيرا بيلاقيها. بتقول له انا عايز امشي من هنا. بيقول لها اوعدك ان هخرجك من هنا. وفي نفس الوقت الجندي ده بيوصل للمكان لكن كومار بيكون مشي يا زميل. بعد كده بنشوف لاتشو اللي بيكون سايح في دمه واللي عمل فيه كده هو راجو. وبيقول له فين اخوك؟ بيقول له اخويا في مهمه ومحدش هيقدر عليه وبالاخص الخاينين اللي زيك وما ينفعش كلب زيك يطارد نمر. بيفضل يضرب فيه وهو بيضربه. السلسله بتاعت حب عمره بتقع منه. بياخدها وبيطلع لبره وبيفضل يبص ليها. وفي نفس الوقت سيتا كمان بتكون بتبص للنص الثاني من السلسله. وساعتها اهل القريه بيجوا عليها وبيقولوا لها مفيش اي رساله جات لك من راجو. بتقول لهم لا. الواد ده بيقول لها 4 سنين عدوا من ساعه ما مشي هنستنى ايه اكتر من كده. وبيسيبوها وبيمشوا. وفي نفس الوقت بنشوف لاتشو اللي بيكون جنبه فيه تعبان بيمسكه وفي نفس الوقت
دلوقتي راجو بيخش عليه، هو بيقول له هفضل اعذب فيك لحد ما ترد عليا، وبيروح عليه ولما بيروح بيستغرب من الحبل اللي هو لابسه، لكن فجأة لاتشو بيرمي عليه التعبان ده والتعبان بيعضه من ايده، وساعتها لاتشو بيقول له هتموت خلال ساعة ومحدش هينقذك يا خاين. وفي نفس الوقت راجو بيبدأ يحس بالاعراض، وبره بنشوف كومار اللي بيقول لرجالته ما عادش وقت وهنبدأ كل حاجة، خليكم على استعداد تام. ووراه بيكون راجو ماشي عمال يخبط في كل حاجة ومش قادر حتى ينادي على كومار. كومار بيكون ماشي لكن فجأة بيسمع صوت تخبيط، بيرجع من تاني وبيلاقي صاحبه مرمي على الارض، بيروح عليه وبيقول له ايه اللي حصل، لكن راجو بيكون فقد الوعي. كومار بيشوف ايده فبيلاقي فيه اثر عض التعبان، بيعمل المستحيل وبيجيب ميه وبيفوق صاحبه وبيقول له ما تقلقش هتكون بخير، وكمان بيصلي وبيدعي له يا زميل. وراجو بيكون شايفه من بعيد، المهم بيجي عليه وبيكون معاه ادويه كمان، وكمان راجو بيشوفه لابس حبل نسخه من اللي شافها مع لاتشو. المهم كومار بياخده على البيت وبيقول له انت كده عدت مرحله الخطر وكل حاجه هتكون تمام، وبيقول له الحقيقه ان خفيت عليك حاجه مهمه، جيت هنا في مهمه لان البريطانيين خطفوا بنتنا، مش عارف هنقذها ازاي بس هو ده السبب اللي مخليني متنكر، وما رضيتش اقول لك من الاول لان مش عايز اعرض حياتك للخطر، والنهارده انا رايح علشان انقذها من القصر وهرجع لك على طول. وبيسيبه وبيمشي، وساعتها راجو بيقوم وراه لكن مش بيقدر يمشي يا زميل، ولكن فجاه بنشوفه فاق وبيفضل يفتكر كل الايام اللي عاشها مع صاحبه، لانه دلوقتي قدامه خيارين، صاحبه اللي اعتبره زي اخوه وحلمه اللي عمل كتير علشانه، لكن بيفتكر لما خلص على ابوها علشان حلمه فمش هتيجي على صاحبه. في الوقت ده بيكون في حفله في القصر، ومن بره بنشوف كومار وكل اصحابه اللي بيكونوا وصلوا يا زميل، ومره واحده بنشوفهم داخلين بعربيتهم بغشوميه كبيره وبيطيروا في اي حاجه قدامهم، البريطانيين بيضربوا عليهم نار، لكن فجاه بنشوف كومار اللي بيكون حواليه حيوانات كتيره وكل الحيوانات بتهجم على الجيش البريطاني، وكومار عمال ينادي على مالي وبيضرب في اي حد قدامه لحد ما فجاه بيلاقي جيني قدامه بيركبها العربيه وهي بتكون مصدومه من اللي بيحصل، وساعتها الجنرال بتخش لجوه ومالي معاها، لكن مالي بتكون عايزه تجري لبره لكن ابن الهرمه ده بيمسكها، لكن هي بتنادي على كومار، ابن البرده بيرميها لجوه وبيقفل عليها، كومار بيروح عليه غضبان وعلى الارض بيجيبه بيفضل يضرب فيه وبياخد منه المفتاح، وهو ماشي فجاه حد بينادي عليه وهو راجو يا زميل. كومار بيقول له انت ليه لابس كده، بيقول له مطلوب القبض عليك، بيقول له والله انا ما عملتش حاجه غلط وبيزقه كمان، لكن راجو مصمم ان يقبض عليه وبيضرب فيه كمان. ساعتها كومار بيحاول من غير ما يمد ايده وبيقول له ما كنتش متوقع منك كده، راجو بيضرب فيه وبرضه عايز يقبض عليه، في الوقت ده بيضربه ضربه قويه وبيوقع منه المفتاح اللي بيقع في البير ده، ساعتها بيغضب وبينزل طحن فيه وبيكون عايز يكمل عليه، الاتنين بيفضلوا يطاردوا في بعض، واحد بيعمل كده علشان قريته والتاني بيعمل كده علشان حلمه، اللي كانوا بياكلوا مع بعض دلوقتي بيضربوا في بعض. فجاه النمر ده بيهجم على راجو لكن بيتعامل معاه، بيبصوا على كومار مش بيلاقيه، ومره واحده بيشوفه طالع على القصر من فوق، وساعتها كومار لما بيطلع بيشوف مالي تحت، ولكن فجاه راجو بيجي من وراه وبيوقعه يا زميل، كومار بيحاول يتعامل معاه لكن راجو بيسيطر عليه وبيكون عايز يكمل عليه لكن ما بيرضاش، كومار بيستغل الفرصه وبينزل طحن فيه وبيغزه كمان، وبيكون مكمل لمالي لكن برضه التاني مش سايبه في حاله، وبيقول له استسلم بقى كفايه، استسلم علشان مالي ما تموتش، وفعلا بيستسلم للامر الواقع. وبعدها بكام شهر بنشوف راجو اللي بيترقى لضابط خاص يا زميل، وكمان بقى مسؤول على مخزن الاسلحه الخاص بالجيش البريطاني، وده حلمه اللي كان عايز يوصل له من الاول. تعال احكي لك ليه اصلا راجو خان بلده. بنرجع للزمن شويه وبنشوف ابو راجو اللي كان بيدرب اهل القريه على الاسلحه، وللاسف كان بيدربهم على اسلحه خشب علشان مش متوفر ليهم الاسلحه، وهو الوحيد اللي كان معاه سلاح حقيقي. وفي يوم من الايام وبعد تمرين الرجاله دول راحوا عليه، والواد ده بيقول له دمنا بيغلي كل يوم من الظلم اللي احنا فيه، امتى هنمسك اسلحه حقيقيه علشان نواجه بيه عدونا؟ لكن هو بيقول لهم قبل كده البريطانيين كانوا عايزين يقتلوا واحد مننا، فعلا كان هيقتلوه، لكن الجنرال قال لهم الطلقه اللي انت هتموتوه بيها خساره فيه، استخسروا يقتلوه بطلقه فقتلوه بالشاكوش، وقالوا ان حياه مواطن هندي ما تسواش رصاصه من عندهم. ايوه الطلقه دي غاليه بالنسبه لنا، ولكن كل طلقه تطلع مننا لازم تكون على اللي رايحه عليه، وهي دي اللي هتكسبنا حريتنا. علي التدريب المساعد بتاعه بيقول له انت هتجيب اسلحه ازاي؟ بيقول له مش عارف ولكن متاكد وعندي يقين اننا هنمسك اسلحه. الصبح بيكون ماشي بيشوف ابنه مش على بعضه، فبيقول له ايه اللي حصل؟ بيقول له امبارح ضربت بالبندقيه بتاعتك، يكون هيضربه، لكن فجاه حب عمره بتدافع عنه، بتقول له انا السبب، انا اللي جبت له البندقيه، وبتقول له تعالى هوريك كل حاجه. بيروح يشوف وبيلاقي الضربه مضروبه صح الصح، ده غير ان السيتا بتقول له ضربها من على بعد كبير جدا. ساعتها بياخد ابنه بالحضن وبيقول له انا كده اتاكدت ان كل الرجاله جاهزين يرجع لاهل قريته، ولكن فجاه البريطان بيضربوا عليهم نار لانهم عرفوا ان هو بيدرب اهالي قريته، الراجل لوحده بيطارد فيهم وكل طلقه منه طالعه بروح، لكن عدد الجيش البريطاني بيكون كتير، ساعتها بيبدا يقرب منهم وعمال يتعامل معاهم لحد ما الطلق بتاعه بيخلص، فجاه راجو بيجي عليه وبيكون جايب له معاه صندوق الطلق يا زميل، بيكمل عليهم لحد ما بياخد طلقه في دراعه، ساعتها بيقول له راجو اعمل اللي هقول لك عليه، يديله البندقيه والواد بيخلص عليهم واحد ورا التاني، لكن امه بتاخد طلقه بترقدها مكانها، راجو بيكون زعلان على امه، لكن ابوه بيقول له لو كان معانا اسلحه ما كانش واحد مننا اتقتل، عايزك توعدني انك هتمسك كل واحد من اهالي القريه سلاح، وفعلا بيوعده. هو ده كل هدف راجو لما دخل الجيش البريطاني، مش علشان خاين لا علشان يرجع حقوقهم كلهم. بعد كده بنشوفه بيروح للجنرال والجنرال بيقول له عملت حاجات كتيره خلت ثقتي تكون بيك كبيره، وبيقول له لازم نعاقب كومار
كومار علشان يكون عبره لاي شخص يعمل عملته. في الوقت ده البريطان بيقول لاهل القريه اللي كان عامل نفسه شبح هيتعدم النهارده قدام الكل. بعد كده بنشوفهم مكتفين قدام اهالي القريه كلها، واللي بيضرب فيه هو صاحب عمره، بيفضل يضرب فيها لحد ما هدومه بتتقطع. راجو عمال يضرب فيه وقلبه بيتقطع عليه. بنت الهرمه الجنرالة بتقول انا مش شايفه اي نقطه دم، وبتدي له راجو كورباك بيكون طالع منه مسامير. يجربوا على الخشب حرفيا النتيجه ما بتكونش حلوه ابدا. قبل ما راجو يضربه بيقول له اعتذر علشان ده احسن ليه، يقول له مش هيحصل حتى لو عملته فيا ايه. راجو عمال يطحن فيه وكومار ولا همه وعمال يغني، عمال يشد من لحمه لحد ما الواد بيسيح في دمه وبيفقد الوعي. كل اهالي قريته بيهجموا علشان عايزين يساعدوه، لكن للاسف من غير اي نتيجه. وراجو بيكون زعلان من نفسه ومن اللي عمله في صاحبه، وبيشيله وبيديه للحكومه. بالليل بنشوفه اللي مش بيكون جاي له نوم بسبب تفكيره في اللي عمله في صاحب عمره. في الوقت ده خاله بيجي عليه وبيقول له جه الدور عليك علشان تسلم شحنه اسلحه. بيفرح جدا ولكن بيزعل تاني لما بيفتكر صاحبه، وبيقول له كومار هيتعدم بكره، وبيقول له كمان لازم اهرب كومار من هنا. خاله بيقول له اللي احنا بنينا بقالنا سنين عايز تهده علشان صاحبك. ساعتها بيقول له دلوقتي مش شايف غير ان اجيب مالي واديها لكومار واهربهم من هنا. الصبح بنشوف الجنرال اللي بيروح على كومار وبيقول له دي اخرتك، هتموت مشنوق مش هتوصل لاي حاجه انت كنت عايزها. وساعتها راجو بيقول له احنا نعدمه قدام مالي اللي عمل كل ده علشانها. بعد كده بنشوف راجو من جديد اللي بيروح يبوظ كل الاسلحه قبل ما البريطان ياخدوها. على الفجر بنشوفهم بياخدوا كومار على العربيه علشان يشنقوه، وفجاه بنشوف خراجو بيرمي له كومار موز. على الناحيه الثانيه الجنرال بيقول لراجو انت عملت مجهود كبير وتستحق الشكر عليه. في الوقت ده البريطان بيكونوا جهزوا كومار للاعدام، والجنرال بيكون في طريقهم ليه، وبنشوف كومار اللي بالموس بيقطع في الحبل اللي في ايده واحده واحده. على الناحيه الثانيه راجو بيكون راكب العربيه دي ومعاه مالي، وبنكتشف ان هو ناصب كمين للجنرال. الجنرال بيطير لكن بيمسك السلاح وبيضرب العربيه اللي فيها مال وراجو. البت بتقع على الارض وراجو بيتخبط في الشجره دي. الجنرال بيقول له جنوده هاتوهم علشان مش هقتلكم، وراجو بيحاول يتعامل مع الجنود، وفي نفس الوقت كومار فك الحبل وبيتعامل هو كمان مع الباقي. بيكونوا عايزين يضربوا عليه نار لكن الاسلحه بتكون بايظه. على الناحيه الثانيه راجو بيضرب في كل اللي قدامه، وكومار بيكون علم على الباقي. ابن الهرمه ده بيكون صلاح البندقيه وبيكون عايز يضرب نار على كومار، انما راجو بيضربه بالنار، وكومار بيكون مفكر انه عايز يقتل مالي فبيضربه كمان. كومار بيكون عايز يكمل على راجو وبيكون عايز يخلص عليه لكن ما بيرضاش وبياخد مالي وبيهرب من المكان. وبقيه الجنود بيكونوا عايزين يلحقوه انما راجو بيوقفهم. بعد كام شهر بنشوفه محبوس وبيتمرن كمان. الجنرال بيروح عليه فراجو بيقول لهم ايام معدوده وكلكم هتنتهوا، ولكن هم بياخدوه وبيحبسوه تحت الارض. في الوقت ده كومار بيكون مستخبي هنا لان الشرطه بتدور عليه في كل مكان، وفعلا الشرطه بتيجي عليهم وبيكونوا عايزين يدوروا في المكان ده، ولكن سيتا بتكون موجوده في المكان. في الوقت ده سيتا بتعمل حوار وبتقول لواحد من الجنود يا ريت تساعدني، اخواتي جوه تعبانين وعندهم مرض معدي. كل الجنود بيخافوا يتعدوا وبيمشوا على طول. ساعتها كومار بيروح يشكرها لكن هي بتقول على طول خطيبي بيقول لي لازم نساعد الناس، لكن هو بيقول لها ساعدتينا وانت ما تعرفيش احنا مين. هو بيقول لها انت مين؟ بتقول له انا سيتا. بيقول لها فين خطيبك؟ بتقول له في دلهي. فاجا كومار بيشوف النص التاني من السلسله اللي كانت مع راجو وهي بتحكي لهم على كل حاجه، وبتقول لهم كمان ابوه طلب منه يخلص عليه وفعلا عمل كده علشان يحمي اهل قريته، وبتقول لهم كمان فعلا وصل للاسلحه بس لما وصل ضميره انبه على اللي عمله في صاحبه، قرر يهد كل حاجه بناها علشان ينقذ صاحبه وفعلا عمل كده لكن هو اتقبض عليه. وبتقول لهم كمان جاءت لي رساله من الحكومه البريطانيه انه هيتعدم بعد يومين. ساعتها كومار بيزعل جدا وبيقول لها انا رحت علشان مالي، اما خطيبك راح علشان يرجع اراضينا كلنا، انا اللي اتسببت في هد مشروعه، ضربته بايدي وسبته بين الحياه والموت. وبيقول لها اوعد لك ان هروح له ومش هرجع الا وهو معايا. بالليل بنشوفه بيتسلق الحبل ده، وده بعد ما عرف كل معلومات السجن من حبيبته جيني. فعلا بيوصل للسجن وبيفضل يخبط على الارض. ساعتها راجو بيسمعه وبيعرف ان هو كومار، بيخبط هو كمان واخيرا بيوصل له يا زميل وبيقول له سامحني على كل حاجه، وبيقول له ما كنتش اعرف ان انت بتعمل كل ده علشاننا، وبيوري له النص الثاني من السلسله وبيقول له سيتا قالت لي على كل حاجه. بيفتح القفص وبيطلع صاحبه، الكل بيهجم عليهم لكن الاثنين بيكونوا ايد واحده وبيتعاملوا مع اي حد. عدد البريطان كتير انما صحابنا تقال يا زميل، اي حد بيشوفوه بيعلموا عليه، بيطلعوا هنا وحركه منهم رايقه بيعلموا على الحزين اللي في المكان. في الوقت ده الجنرال بيقول للمساعد بتاعه ايه اللي بيحصل، بيقول له كومار جه وخد راجو معاه وهربوا لكن هم اكيد لسه قريبين من هنا. ساعتها الجنرال بيقول له خد القوات كلها وخلصوا عليهم. في نفس الوقت كومار بيداوي كل جروح راجو وبيروح علشان يجيب له ميه، لكن الجنود بيكونوا كلهم حواليه وبيكونوا هيضربوه بالنار، لكن فجاه الكوز ده بيجي في اللي عايز يضربه وكمان مش واحد. بنشوف الجنود بيموتوا واحد ورا الثاني، ومره واحده بنشوف راجو اللي بيضربهم كمان بالسهم اللي مولعه نار، وكمان بيفضل يتعامل وبيخلص على باقي الجنود. الجنود بتكتر. دلوقتي بيجي دور كومار اللي بيرمي سهم مولع على الموتوسيكل ده وبيعمل انفجار في المكان، وراجو بياخد القنابل من الجندي ده وبيرمي واحده ورا الثانيه وبيخلصوا على جيش كامل يا زميل. اي حد بيشوفوه بيعلموا عليه مع ان العدد كتير انما صحابنا جامدين يا زميل. الوقت ده الواد ده بيضرب طلقه على راجو وفعلا بتيجي في دراعه، ولكن ساعتها كومار بيكون مخلص عليه يا زميل. الاثنين بيكونوا ماشيين واحد بحصان والثاني بموتوسيكل. كومار بينط من على الموتوسيكل وراجو بيدي الموتوسيكل كوس ناري والموتوسيكل بيولع وبيخش على اوضه الانفجارات. يحصل انفجار كبير في القصر والقصر كله بيتهد يا زميل. الجنرال بيكون لسه عايش وبيشوف مراته سايحه في دمها، ومره واحده بنشوف كومار اللي بيكون جايب كل اسلحه البريطان. كمان الجنرال بيمسك البندقيه دي لكن راجو بالكوز
البوليس بيثبته وبيقول له ايه الطلقه اللي انت استخسرتها فينا؟ بتطلع مننا رشقه في القلب على طول. وساعتها كومار بيضربها واخيرا بيخلصوا عليه. بعد كده بنشوفهم بيرجعوا لقريتهم ومعاهم الاسلحه، وبنشوف كومار ايه اللي بيودي رجل سيتا، وبعدها بيروح لجيني. واخيرا عملوها الشجعان، ويا ريت تعملها انت كمان يا فنان. حط لايكك واشتراكك، وخليني اقول لك سلام.